النهارده يا جماعة أول بودكاست بنعمله، وفكرة البودكاست الحقيقة جت من قعدة واحدة مع ضيفي النهارده الأستاذ مجدي العايدي، وهو من رواد رجال الأعمال في مجال الريل استيت أو الاستثمار في العقارات. انتوا عادة متعودين إن أنا بنزل لكم بفيديوهات عن الاي اي والديجيتال ماركتنج والكلام الكبير ده، ولكن ناس كتير على مدار السنين اللي فاتت كانت بتبعت لي تقول لي طب سعيد ممكن تجيب معانا حد من اللي انت بتتكلم عنهم من السي اوز اللي بتقابلها سواء في العالم العربي، في مصر، في قطر، في السعوديه، في الكويت، في امريكا حتى. وكتير منكم عارف ان انا يعني كتير من حياتي قضيتها في امريكا، وحابب ان انا انقل لكم اي معلومه انا شخصيا بستفيدها من اي حد من الناس اللي انا بقول عليهم علامات في مجالاتهم. عايز انقل لكم المعلومات دي ما استفدش منها لوحدي. فالنهارده هتسمعوا من الاستاذ مجدي عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي تستثمر فلوسك في العقارات. ومش شرط تكون على فكره مالتي مليونير، ومش شرط تكون يعني شخص معاك فلوس كتير، ولكن ازاي تخطط ان انت تستثمر في العقارات عشان تأمن نفسك وتأمن ولادك في المجال او مجال استثمار العقارات. فما لقيتش احسن من الاستاذ مجدي اللي دلوقتي هنسأله عن رحلته الشخصية، وهنسأله عن الكتاب، وهو ده اللي شجعني جدا ان انا انقل لكم فكرة كتابه واللي اسمه بيلد، وهو هيشرح ايه هو بيلد، وان شاء الله تستفيدوا منه كتير. استاذ مجدي، سلام. اهلا بيك، شرفتني. اهلا بك يا سعيد، انا متشكر قوي على اللقاء التقديم القوي جدا ده. لا هو الحقيقه انا عايز اقول كلام اكتر بكتير، بس بما ان هو اول بودكاست ليا يعني حبيت ان انا ارتجل كده مع حضرتك very good. واسالك عن انا وانت حضرتك قعدنا وعملنا اكتر من حديث، وانا شخصيا استفدت منهم كتير جدا. متشكر قوي. وحسيت عشان كده ان انا لو هبتدي فكره البودكاست فهو ده الوقت اللي ابتديها من خلالك. فانا بشكرك ان انت اديتني الفرصه اني اناقش معاك الكتاب اللي حضرتك بتكتبه، ويا ريت تاخدنا من اول رحلتك خالص في المجال الريل استيت. طيب خلينا ناخد البدايه من كلو من نقطه محدده. انا هحاول اخلي كلامي كله بالعربي قدر الاستطاعه، وان شاء الله اقدر اعمل كده. الكتاب اسمه بيلد. بيلد هو كتاب القارئ بتاعه بس انا عايز اقطع حضرتك ثانيه، اتفضل. لان مش عايز ابخس تاريخ حضرتك في مجال الريل الريل استيت. استيت والهوتيلات اوكي، تحديدا فيري جود. كمان، لان حضرتك معروف. اه، فبس انت حضرتك اوكي. متواضع مش عايز تحكي القصه كلها، لا، فلا مش هنسيبك. اوكي. خليني مم. خليني ابتدي من الاول. انا عندي حوالي 40 45 سنه خبره في مجال الريل استيت، العقارات. كلها بتبتدي من وانا ايفن طالب. كنت بشتغل في مجال العقارات كإنشاء، وبعدين تطوير، وبعدين بيع، وبعدين تسويق، وبعدين إعادة بيع، وبعدين إعادة تأهيل. كل حياتي تقريبا حوالين المجال ده، أيا كان البلد اللي بشتغل فيها أو البيزنس اللي عندي، كله متعلق بالعقار. واحدة من شركاتنا اسمها هوتيلير هولدنج ليميتد. الشركة دي بتشتغل في العقار الفندقي أو إنشاء الفنادق، الجزء الداخلي اللي هو ديكورات الفنادق وتجهيزها وما إليه. بقالنا حوالي 30 سنة. في خلال ال 30 سنة دي اشتغلنا في أكتر من 19 بلد، عملنا أكتر من 350 أوتيل. جزء كبير منهم هو إعادة تأهيل فنادق فقدت قيمتها المالية، يعني أصبحت غير منتجة أو قديمة أو مش ما عندهاش نسبة إشغال جيد، أو اللي هو بيسموهم بره الديستريسد distressed بروبرتيز. assets، تمام. distressed properties. او تكون كمان اصبح المكان اللي هي موجوده فيه، يعني مثلا اوقات كتير كنا بناخد عقارات زي مثلا مباني مكتبيه، جراشات عموميه، مم. مستشفيات اصبحت مش شغاله. في اوروبا دلوقتي بنعمل مدرسه او اتنين مش شغالين مدارس، وبنحولهم لفندق. ف اوفر اول طول الفتره دي، لما تكون انت عملت مثلا اكتر من 350 اوتيل، فانت قابلت اكتر من 1500 2000 مالك فندق عشان تحصل على العدد ده من الفنادق. في الفتره دي سعيد،
كنت بستمع للملاك بتوع الفنادق عشان أعرف أحلامهم تجاه الفندق بتاعهم أو العقار اللي هم عايزين يحولوه الفندق. ولكن دايما كان في الخلفية في نبرة مم. أو ملحوظة مستمرة، هي مستمرة ومتصلة بين كل الملاك دول. مم. خلي بالك لما يكون عندك فندق أو بتطور فندق أو بتطور مبنى، عادة أنت بتكون ميد لايف اند بيوند، يعني بتكون في بدايات الأربعينات مم. فما فوق. في الفترة دي عادة بيكون عندك أولاد، في ناس منهم في الأربعينات، في الخمسينات، في الستينات، إيفن في الثمانينات. القاسم المشترك بين الناس دي وبعضها إن بتكون الأولاد مش عايزين يشتغلوا في نفس المجال اللي بيشتغل فيه الآباء. أوكي. الأول أنا كنت بعتقد إن ده شيء استثنائي، مم. ولكن مع الوقت اتضح إن ده هو شيء عام، epidemic أنا بسميه كأنه وباء. ولكن يعني في الفاميلي بيزنس قصدي في حضرتك الفاميلي تقول؟ بيزنس، يعني مثلا اه. واحد، ما فيش اول حاجه من كل 100 مالك بتاع فندق ما فيش واحد او اتنين منهم ده البيزنس الاساسي بتاعهم. ده بتلاقي مثلا واحد عنده مزارع، واحد عنده مصانع، واحد عنده مواني، واحد عنده مراكب، وبعدين ارباحه بتطلع فبيشتري بيها فندق او بيبني مم. فندق. لانه انا في تعبيري دايما ان الفندق عقار ذو سطوه، مم. فبيبني فندق. بعد ما يبتدي يبنيه بيكون متوقع ان اولاده بيكملوا البيزنس بتاعه في مزارعه، في مصانعه، في موانيه، في اساطيله لو هو مم. عنده اسطول نقل بري بحري وما اليه. لكن عاده بتجد ان الابناء ما عندهمش ادنى رغبه ان هم يشتغلوا في مجال اللي بيشتغلوا فيه الاباء. وده كان دايما بتلاقيه في نبرة الآباء، بيشوبوا كثير من الحزن. بتلاقي مم. الأب دايما أو رب العيلة حزين جدا إن ما عندوش جيل تاني يكمل البيزنس بتاعه اللي وصل فيه لمرحلة نجاح كبيرة and so on. وهنا جت الفكرة بتاعة كتاب بيلد، إن هو خليط بين الاتنين. إزاي أنا أقدر أضمن نقل الثروة من الجيل ده للجيل اللي مم. بعده، فيما يسمح للأولاد إن هم يمارسوا حياتهم العادية. إنك بتجد واحد مثلا مالتي مليونير وبعدين ابنه مثلا موسيقار، مم. او ابنه مثلا طبيب اسنان ومبسوط كده لكن الابن ده عايز العربيه وعايز الفيلا وعايز بيت الساحل وعايز الكلام ده، لكن مش عايز يمارس العمل اللي جاب الفلوس مش ده. عايز يتعب. بالظبط. او مش مم. عايز يتعب، ممكن يكون مثلا عايز يحضر دكتوراه في طب الاسنان. اه. لكن في الاخر الوالد لو تقاعد او مم. توقف عن العمل او اصبح غير موجود، لن تجد هناك جيل تاني يكمل مم. هذه المسيرة ويحافظ على الزخم المالي او الفلوس اللي جاية لغاية دلوقتي. فجأة بتجد ان العيلة افتقرت زي ما بنقول. فالكتاب هنا بيعالج النقطة دي، مم. ازاي انا اقدر انقل الثروة من جيل لجيل وفي نفس الوقت اضمن لهم نفس مستوى المعيشة، مع ان الاولاد يعملوا في المجالات اللي بيحبوها. فاصبح العقار هو السيف هيفن او اللي هو الملاذ الامن. اه لان بصوا يا جماعه، ثروتنا هي دي. انا مش محتاجك يا ابني تهد في الصخر، ولكن محتاجك على الاقل تعالى افهمك ازاي تدير العقارات دي. هنشتري ونأجر ونستثمر، وعايزك بس تدير. اوكي. الكتاب هنا سعيد، هو very simply كالتالي. خلينا نبتدي بنفس بداية الكتاب. هو عبارة عن جزئين، تلت هو ستوري قصة، والتلتين التانيين هو جزء المعلوماتي أو التنفيذي للعمل ده. القصة احنا بنحكي على شخص اسمه جون. جون ده رجل أعمال ناجح جدا، عنده 46 سنة، أسباني، عنده شركة مقاولات ناجحة جدا جدا في أوروبا، موجودة في معظم دول أوروبا وإنجلترا. كل بلد من البلاد دي عنده فيها مجموعة مشروعات، وعنده مدير للبلد دي بيقوم على ممارسة العمل والأداء وما إليه. وهو زي ما قلنا 46 سنة، صحته كويسة، شكله جميل شيك، زوجته سيدة جميلة بترعى الأسرة بشكل جيد جدا. عنده 3 أولاد، ولد منهم سايكولوجيست، طبيب نفسي أو معالج نفسي مشهور. ابنه التاني طبيب أسنان. وعنده ابن صغير عنده 13 سنة، بيحب الفوتبول وحياته كلها هتبقى فوتبول بعد كده.
الراجل ده كان في يوم من الأيام في إنجلترا بيناقش ديل كبيرة، وبعدين احتد مع حد من العملاء، خرج متضايق من الميتنج، ماشي وسرحان في اللي حصل، وماشي في مكان حصل عائق على الطريق، فأخد ريفلكس العادي بتاع واحد في أسبانيا، راح بالدركسيون يمين وهو في إنجلترا شمال، حادثة. أو ما فاقش، راح المستشفى. والدكاترة قالوا إن هو دخل كوما ومش هيخرج منها، ولو خرج هيكون زي طفل صغير. في الفترة دي جات الأم وأولادها وراحوا المستشفى، وقعد جون في الكوما 8 أسابيع. أي حد بيشتغل في مجال المقاولات هيفهم اللي أنا بقوله. عادة المقاول بياخد دفعة مقدمة من العملاء بتوعه عشان يبتدي يشتغل بيها. العملاء عرفوا اللي حصل فجم جري عشان ياخدوا الدفعات بتاعتهم. بيكون في عندهم تمويل بنكي عشان يكملوا الأوردر أو المشروع. البنوك وقفت التمويل. الموردين أو الساب كونتراكتورز أو مقاولي الباطن كلهم توقفوا عن العمل وعايزين بقية فلوسهم عشان يبتدوا يكملوا العمل، لأن حالة من الخوف الشديد صاحب العمل اختفى. إلى جوار أن مدراء البلاد اللي في أوروبا زي في أسبانيا وفي كرواتيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا، كل واحد منهم حاول يستحوذ على الشركة اللي موجودة في بلده ويمارس هو العمل كأنها أصبحت شركة. هنا بتنظر تجد أن العيلة دي على شفير إفلاس فورا، من عايشين على قمة السلم الاجتماعي أو الهرم الاجتماعي، أحسن سباس. عشان وان مان شو كانت بالظبط، كلها وان مان شو، واحد اللي بيدير كل حاجة. خلينا نقول كده، خلينا نقول ده فعلا حقيقة الأمر كده، وإن كان حتى ناس كتير بتدير، ولكن الفلوس كلها عند شخص واحد. والشخص ده ما عندوش لاين تاني. لأن لما في الفترة دي طبيعي إن الولاد يحاولوا يدافعوا عن ثروتهم، فبيروحوا يكلموا البنوك أو العملاء يقول لهم لو سمحتوا إحنا هنكمل الشغل والشركة زي ما هي. فيقولوا لهم ليه؟ إيش عرفنا؟ أنت راجل معالج نفسي، وأنت راجل طبيب أسنان، وأنت راجل بتاع فوتبول، مستحيل تعرفوا تمشوا الشركة أو تكملوا. عايزين الراجل اللي مدورها بقاله 30 سنة سنين، واللي إحنا نعرفه تثق فيه ونثق فيه. أنتوا كان المفروض من زمان تكونوا موجودين، لكن anyway ده مش مكان إصلاح أخطاء. كل واحد فينا عايز يلحق وياخد الجزء بتاعه قبل ما الدنيا تتفرق. في خلال 8 أسابيع معجزة تحصل وجون يستيقظ ويقوم. في خلال 8 أسابيع تانيين بيجرب الدنيا والدنيا تقوم ويتمكن من السيطرة على مشروعاته، والدنيا ترجع تمشي، ويغير ناس ويحط ناس ويظبط علاقاته مع البنوك وكل حاجة. وهو نسي المشكلة، ومراته نسيت المشكلة، وولاده نسيوا الألم اللي حصل، ورجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي تاني، اللي بيشتغل في السيكولوجي واللي بيشتغل في الأسنان وبتاع الفوتبول. ولكن الأب ما نسيش إحساس الإهانة، وإن هو بعد الحياة المترفة اللي كانوا عايشينها دي كانوا على شفير إفلاس كامل. فالراجل ده راح قاعد مع مراته وسألها، قال لها إحنا بنتكلف كام في الشهر عشان نحافظ على مستوى المعيشة بتاعنا ده؟ خلينا نقول رقم، بنتكلف مثلا 100,000 جنيه استرليني. قال لها هنفترض إن إحنا عايزين 20,000 جنيه استرليني كمان عشان التضخم. تمام. وكمان 20,000 جنيه استرليني تاني عشان الامرجنسيز أو الطوارئ، تحصل حادثة زي دي تاني، تحصل مشكلة، يحصل اقتصاد، حرب. عايزين في حدود 140,000 مثلا. 140,000، ونحط كمان 10,000 فن، سفر، متعة، مش عايزين 150,000 جنيه استرليني في الشهر. طيب احنا بيخش لنا أكتر من كده بكتير. لا، هنا النقطة، احنا عايزين دول يخشوا سيان اشتغلنا او ما اشتغلناش، ولادنا في البيزنس او مش في البيزنس، دول لازم يجوا حاجه اسمها كاش فلو ستريم. زي ما الامريكان بيقول لك happiness is a positive cash flow. اوكي. فهنا جون قعد فتره محترمه يفكر في اكتر اسلوب ممكن يديفلوب بيه المبلغ ده شهريا، بصرف النظر اذا كانوا شغالين فيه او مش شغالين. وهنا جه لي الستايل او الميثودولوجي اسمها بيلد BUILD. ده الكتاب اللي قلنا هينزل
ده الكتاب اللي هينزل في ابريل في إبريل. 25. والكتاب ده هو بيتكلم عن الميثودولوجي دي او الطريقه دي بالتحديد، مع شرح مفصل لكل خطوه من خطواتها، خبره عمليه عندي وعند ناس كتير من اللي ساعدوني في كتابه الكتاب وحاجات حصلت في خلال ال40 سنه اللي فاتوا. كان مش علم كتب بس، ولكن علم كتب وعلم حقيقي تم تطبيقه في اكتر من بلد اكروس يوروب والميدل ايست. ده اللي عايز يجيبه يا استاذ مجدي يلاقيه ازاي لما ينزل في ابريل؟ هيبقى على الموقع بتاعنا بتاع الكتاب، الكونكشن. ممكن يشتريه من على ابل او من على امازون، او هارد كوبي في يوروب، ويمكن كمان يكون في دبي، وهيبقى على موقع حضرتك الشخصي وعلى موقع مجدي الشخصي العايدي، وهنحط لكم ده يا جماعه في اللينك. very good. شوف البيلد الاول، اول حاجه في نظام بيلد هنشرحها اللي هو buy a distressed property. buy distressed property يعني ايه؟ يعني لما تروح انت مثلا تشتري عقار، فبي فور باي، انا اسف في المقاطعه، بي فور باي اول حاجه. تمام. بي فور باي. انت هنا بتباي distressed property. يعني ايه distressed property؟ يعني عقار في مشكلة، يعني مثلا بيت قديم متهالك في أحسن حي في المدينة اللي انت عايش فيها أو في أحسن شارع. ما تشتريش بيت كويس قوي في أسوأ شارع، لا، بيت كويس، بيت تعبان قوي قوي في أحسن شارع. البيت التعبان ده ممكن يكون distressed أو في مشكلة مالية، يكون المالك مثلا عليه فلوس مش عارف يسددها، يكون عليه أقساط مش عارف يسددها، أو يكون عايز دخل في بيزنس تاني وعليه التزامات مالية. بس عايز أقطعك سنة، حضرتك قلت اشتري البيت التعبان في أحسن شارع. فإذا المنطقة مهمة جدا، بس هات الديستريست أو الإيه، البيت التعبان ده اللي محتاج رينوفيشن او محتاج تظبيط. فاذا لازم يبقى التارجت بتاعي المنطقه، اللوكيشن مهم جدا. ابسولوتلي. تمام. واللوكيشن هنا مش لازم يكون فانسي. يعني لو احنا مثلا بصينا على، يعني مش لازم مثلا تكون في داون تاون دبي، مش لازم تكون في التجمع او في زايد في مصر، مش لازم تكون في الربو او الروضه في جده او في الرياض او في التحليه. لا، انت هنا بتشوف اللوكيشن لنوعية العقار اللي انت واخده. يعني مثلا لو انت بتدور على مبنى شقق، فبتدور على مكان يكون جنبيه مدارس كويسة، مستشفيات كويسة، شركات انترناشنال كويسة ففيها موظفين عايزين يسكنوا، فانت لما توضب المبنى ده وتفتحه هتلاقي ناس تستأجره. فانت هنا دايما يكون تركيزك على عقار سيء في موقع كويس. العقار السيء ده بيكون distressed، يعني عنده مشكلة. مثلا المشكلة دي قد تكون عليه فلوس، محتاج أقساط معينة، الراجل داخل، صاحبه دخل في بيزنس تاني، محتاج يسافر، مشكلة المالك توفى وفي ورثة كتير وعايزين فلوس ويتخرجوا، فأنت ساعتها ممكن تشتريه بسعر مخفض جدا جدا جدا. انت حضرتك كنت قلت لي يعني في قعدتنا قبل كده قلت لي كلمة مهمة جدا، قلت لي لازم تعرف الستوري behind. هنا الستوري ده شيء مهم جدا سعيد. في ناس كتير بتسأل بروكر مثلا بكم المبنى ده، فيقول لهم مثلا المبنى ده ب70 ب80 وهو سعره في السوق 100، السعر المفروض يكون 100، فيكتفوا بذلك. فهو يدور ازاي يعمل ال70 جنيه دول ويروح يشتري بيهم المبنى. ولكن معرفة القصة في حد ذاتها بتؤثر تأثير شديد جدا وانت بتشتري. يعني مثلا خلينا ده حصل معايا في اكتر من ديل، ما بين كان ديلز خاصة بيا او ديلز خاصة بناس تانية انا كنت شريكهم او بدرس معاهم الكيس. تجد مثلا ناس مثلا في انا افتكر حادثه منهم، واحد عايز يبيع العقار لان هو ما بيستخدمهوش، وكان عايز ياخد العقار ده الفلوس دي ويدفع بيها اقساط تعليم ابنه في انجلترا. ابنه هيروح يخلص ثانوي بعد كده الجامعه، فهو عايز ياخد المبلغ ده ويحطه في البنك ويدفع منه. ساعتها كانت الفوائد في البنك كانت 0.5%، فما كانش فيه انتباه لموضوع الفايدة، ولكن كان عايز يكسر الفلوس ويدفع منها، يقسط منها تعليم الولد. فوصلنا مع القناعة ان بدل ما ندفع المبلغ كله كاش ومن غير ما نفاوضه، هندفع المبلغ على اقساط تمشي مع تعليم الولد في انجلترا. فاصبح اللي اشتراه تقريبا ببلاش. بس اللي معرفته القصة، يعني هو كان عايز يبيع المبنى ب80، في التفاوض وصلنا ل60، فهو قال له لا انا هدي لك 70 بس على
8 سنين، وهندفع القسط الشهري بتاع السمسترز للولد بلس سام بوكيت ماني كمان، فيبقى قصه تعليم الولد دي انتهت بنهايه العقار. ده وين وين هي. everybody's happy. فالقصه هو عامل مؤثر شديد جدا جدا للموضوع ده. فمجرد ما عرفتك القصه وسنس زي ما قلنا قبل كده ان القارئ الكتاب ده او اللي بيستخدمه هو شخص في منتصف العمر وليس في مقتبله، فعنده خبره طويله بالتفاوض، لانك انت طول الوقت بتتفاوض. حتى لو كنت دكتور اسنان بتتفاوض مع المرضى بتوعك، مع الناس اللي بتأجر منهم العياده، الشركات اللي بتشتري منها المعدات. فمهاره التفاوض بتنمو مع السن بشكل طبيعي. هي. فانت الاول بتشتري عقار بسعر مخفض جدا لانك انت ماهر في التفاوض وعارف القصه وعندك الفلوس كاش. هنا مهم قوي قوي في بيلد ان يكون عندك ثمن البروبرتي كاش 100% كاش، اللي هي اول بروبرتي او اول عقار بتحاول تشتريه، هو ده اللي مهم قوي يكون معاك كاش. بالظبط، هو ده مهم جدا جدا يكون معاك كاش. جميل. فده حرف البي. الحرف اللي بعديه هو اليو. اليو هو ابجريد. انت بتعمل ايه؟ بتاخد العقار الديستريس ده، خلينا نتخيل ان هو مثلا فيلا في شارع كويس قوي، فيلا قديمه مساحتها كويسه 600 متر مثلا، وانت اخدتها وعايز واشتريتها بسعر كويس قوي. هي ثمنها مثلا 100، انت اشتريتها ب60 ب50، فيلا فاضيه. فانت بقى تروح تجيب مهندس وتقول المنطقه دي والله انا اعتقد ان انا اخد الفيلا دي واحولها ل4 شقق صغيرين، شقه 150 متر، اوضتين وريسبشن ومدخل الفيلا حواليها جاردن، واعمل فوق امبريلاز وبتاع على السطوح او على الروف، وتبقى الدنيا تمام. هنا انت بتصرف بقى عشان تعمل الابجريد ده، تجيب ديزاينر مهندس ويصمم وتوضب الفيلا وتعملها تخليها 4 شقق. هنا انت عملت الابجريد ولازم تكون معاك فلوس وكاش. كويس. فانت كده صرفت على الفيلا وصرفت على الابجريد بتاعها. بعد كده بتاخد الفيلا دي، عاده معظم الناس بتروح بايعه الكلام ده وتكسب فلوس. صحيح. This is not for دي اللي بيسموها فليبنج في امريكا. بالظبط. انت تمام. مش عايز ده، انت هنا بتدور على كاش فلو. الجول بتاعنا هنا كاش فلو. الكتاب مزبوط. ده مش ازاي تعمل فلوس جميل. وفي 10 دقائق تعمل $1,000,000 وبتاع. هي دي مهمه قوي ان الناس تسمع يعني وتشوف الحته دي. This is not، ده مش الهدف. الهدف انك تعمل كاش فلو، بوزيتيف كاش فلو، يأمنك ويأمن ولادك بالظبط. ابنك بقى اشتغل فيه ما اشتغلش فيه، حبه مش حبه، بيخش له ايجارات شهريه بشكل متصل مستمر. كويس. اوكي. هنا بتاخد العقار ده وتأجره، تأجر الشقق دي، بتجيب فاسيلتي مانجمنت، بتجيب بروكر، انت نفسك بتجيب مستأجرين يأجروا ال4 شقق دول، فبيخش لك منهم انكم. طبعا انت هنا استخدمت قدرتك على التفاوض عشان تخلي تكلفة التوضيب اقل ما يكون. ممتاز. اوكي. فاصبح عندك عقار انت اشتريته، وضبطه، أجرته. بيجيب مسمن عقاري، المسمن ده يقيم العقار بعد ما تجدد، معتمدا على قيمته في السوق. بعد التجديد بقى عندك 4 شقق ومعتمد على قيمة الإيجار. فكأنه هو كان المفروض يتكلف 100 توضيب وثمنه كان 100، فتقريبا هو 200. انت صرفت 50 و50 عشان انت شاطر. وبعدين لما جبت كمان إيراد جيد من الإيجار أصبح تقريبا قيمته 250. فانت بتاخد التقرير بتاع المالك ده، بتاع المثمن ده، وتاخد عقد الملكية، وتاخد الستيتمنت بتاع الدخل اللي جاي في البنك من الإيجارات، وتروح على البنك تقول له أنا أجرت المبنى وده المبنى ده قيمته، لو سمحت أنا عايز 80% منه إعادة تمويل. يعني 80-70% إعادة تمويل. فأنت لو حطيت مثلا، لو هو ثمنه التسمين النهائي 250، أنت ممكن تطلع 170 180 منه، ودي حرف ال. يبقى احنا عندنا البي باي، وبعدين اليو ابجريد، تمام، وبعدين الاي انكم اللي هو الرنت، وبعدين ال اللي هو الليفرج. انت بقى اخدت من البنك 170 180 مورجج هيتقسط. مين اللي هيدفع القسط ده يا سعيد؟ اللي هيدفع القسط ده الساكن المستأجر. كل ما يدفع كل شهر بيدفع الإيجار، بيخش البنك يسدد قسط الشهر ده من اللون أو من الريفاينانس. هنا أصبح معاك 180. أنت كنت حاطط 100 تكلف 100، دلوقتي بقى معاك 180. تروح بقى تعمل حرف الدي آخر واحد، دايفرسيفاي. تقول مثلا والله الحكاية دي مشيت كويس قوي، ده أنا لما خلصت ال4 شقق اتأجروا في نفس الشهر، أنا أعمل تاني شقق في نفس المكان، أشوف عقارين تانيين أشتريهم بقى، بدل 100 مع 180 أشتري 2 تانيين. فدايفرسيفاي هنا بمعنى
لكن كلمه دايفرسيفاي هي تنويع. فانا هنا بتنوع بقى في العقارات، يعني فيلا وشقه، هي تقصد التنويع في العقار نفسه ولا؟ شوف، التنويع هو الهدف منها هي حمايتك من المخاطر. كويس. فخلينا نقول انك انت اخدت اول 4 شقق دول وتأجروا في شهر، كده احنا بقينا عارفين ان الشقق حلو. بتتأجر بسرعة، فاحنا مظبوط. نيجي في نفس المكان وناخد 8 شقق. فهمتك. واخد بالك؟ او ما تأجروش بسرعة، اخدوا مثلا 6 شهور، لا ايه اللي بيتأجر بسرعة ده ظهر ان هي المكاتب، يبقى ناخد دور مكاتب نوضبه ونأجره. او ان هو والله المنطقه دي على بعضها الايجارات فيها ضعيفه، كان فيها مثلا ابل كانت فاتحه وبعدين ابل قفلت فالناس مشت، فنروح ناخد في منطقه تانية. هنا الدايفرسيفيكيشن هو التنويع عشان تحمي مصدر الدخل بتاعك. واخد بالك؟ من الممكن انك انت بعد فتره يبقى عندك استثمارات كتير في مجال واحد، تقول كفايه كده، انا البورتفوليو بتاعي كفايه هنا في المنطقه دي، اروح ولايه تانية او منطقه تانية اعمل فيها بزنس. يبقى احنا هنا نتوقف بقى عند نقطة، هنقول احنا عملنا ايه كده يا مجدي؟ طب ما ده بيزنس، ما يمكن العيال مش انترستد فيه. واخد بالك؟ وبالذات لما يكتر العدد هيبقى دايفرسيفايد جدا، فيمكن العيال مش انترستد. هقول لك هنا في نقطة معينة لازم تاخد بالك منها. انت لما تيجي تدور على البيت، انت بتدور على بروكر الاول عشان يجيب لك بيت قديم او بيت فيه مشكلة وعارف القصة، وبعدين هتنفذ مع البروكر ده فهتديله فلوس. هنا أصبحت علاقة لا يمكن أن تنفصم. أنت بروكر جاب لك ديل كويسة والبروكر استفاد منك ماديا، دي علاقة سوف تستمر. البروكر ده أول ما هيخرج من عندك هيفضل يتصل بيك كل شوية ويقول لك في عندي عقار فلاني، في عندي عقار فلاني. انشأت بينك وبينه وخلاص الحتة إيه العامل اللي هو الثقة والتراست، يعني بينك وبين البروكر. والتراست هنا تراست مادي، مش كلام مزبوط. او عواطف، لا لا لا. ده الراجل ده دخل له كوميشن من الشغل وانت نفذت في ميعادك ودفعت الكوميشن بالكامل اللي اتفقت عليه، وهو جاب لك عقار جيد وعارف الستوري بتاعته وانت دربته. هنا انت انشأت علاقة جيدة مع البروكر، مع المندوب او whoever. لما نيجي المرحلة الثانية، لما تيجي تعمل الابجريد، انت في الابجريد ده محتاج مهندس مصمم عشان يعمل لك تصميم كويس. فالمصمم ده هيقعد معاك وتقعد معاه ويفهم منك انك انت مش عايز تصرف كتير، فهنعمل احسن تجديد في الشقه، نجدد الحمامات والمطبخ ومدخل الشقه كويس. والباقي كله دهانات بلاستيك مثلا عليه. هيفهم الشغل بتاعك. انت هتقابل 4-5 ديزاينرز، هتختار منهم 1 أو 2 يشتغلوا معاك. بعد كده هتجيب مقاولين عشان يعملوا الشغل اللي جوه، فهتنقي مقاول في الاخر وتشتغل معاه. فتنتهي العلاقة مع جزء اليو ده بأنك أنت بقى عندك مصمم وعندك مقاول تعرفت عليه وبقى صاحبك. بعد كده لما تيجي شركة الاسيت مانجمنت أو البروكر اللي هيجيب لك مستأجرين، ده اللي بيقابل المستأجر ويعرف إذا كان عنده دخل فعلا هيدفع الإيجار ولا لأ، والهيستوري بتاعه، الكريدت هيستوري بتاعه، الكريدت سكور، إذا كنت بتعمل الشغلانة دي في أوروبا مثلا أو كده. ففي الحالة دي أنت بقى عندك كمان علاقة جيدة مع الاسيت مانجمنت كومباني. وبعد كده لما تيجي تروح البنك، هتقابل البنك والبنك هيقول لك هات الأوراق وورينا السي في بتاعتك وحسابك البنكي وافتح لك حساب شركة. علاقتك مع البنك اتظبطت. بعد كده لما تبقى دايفرسيفاي هتجيب نفس البروكر الأولاني وهتجيب نفس المصمم الاولاني. خلاص بقى عندك التيم خلاص، دولاب زي ما بيقولوا هنا، الدولاب بتاعك. ده الدولاب اللي بتعمل بيه، والناس دي كلها وثقت فيك لانك انت دفعت فلوس ونفذوا وشافوا النجاح بعينيهم. وبعدين جاي دلوقتي بتقول لهم هنعمل مرتين، هنعمل عقارين بدل عقار. وطبعا في محاسب ومحامي وكل حاجه، ومعاك محامي صح ومعاك محاسب قانوني. في الاخر بتلاقي الموضوع بقى بسيط جدا وبقى متكرر جدا، وبقيت تخلص حاجات كتير بالتليفون. هنا هيبقى سهل ان الزوجة واحد من الأولاد، حتى لو انت عينت مهندس أو شخص أو 2 يشتغلوا معاك بيريبورتوا للزوجة أو للابن أو للابن التاني، أصبح هنا ده عمل يتضخم في نفس الوقت مش محتاج له شركة كبيرة أو انتباه شديد. وخاصة كل حركة من الحركات دي بتاخد ما بين أسبوع لغاية شهور. انك انت عشان على ما تلاقي عقار البروكر بيغيب ويرجع لك بعد 2-3 بكون انا بعمل شغلي العادي، اذا كنت طبيب، اذا كنت راقص باليه، اذا كنت فنان رسام واتس ايفر. فتجد ان بعد فترة 7 سنين 8 سنين، ومرة تانية انا بتكرر الكتاب ده ملوش علاقة بالكتب بتاعت how to make money very quickly how to get rich او مش عارف ايه سكيم. لا خالص. لا. انت راجل ناجح جدا جدا، عندك دخل جيد جدا من عملك بس من ارباحك، وعايز تعمل كاش فلو ستريم يضمن لعائلتك دخل مستمر سيان انت ليك مزاج تشتغل او لا.
قادر على العمل او لا، موجود اصلا او لا. ففي الحالة دي انت بتاخد السيستم ده وتطبقه في خلال 7 8 سنين 10 سنين. السكان بيكونوا دفعوا كل المورجج، كل القرض في بتاع خلال 10 سنين، في خلال 8 سنين 10 سنين حسب العائد على الاستثمار. ممكن من 7 سنين لغايه 15 سنه، حسب انت بتاخد كل الايجار وتدفعه للبنك، ولا بتاخد حبه من الايجار تخليهم جوه. لو انت بتدفعه كل البنك هتخلص اسرع طبعا. وبالتالي بيصبح بقى كل الكاش فلو اللي جاي ده جاي لعائلة، يصرف على العيلة ويصرف على اللايف ستايل بتاعك. وفي نقطة كمان مهمة جدا، ان بينتهي الامر بعد الفترة دي ان موجود بورتفوليو، بقى موجود محفظة عقارية مملوكة بالكامل للعيلة دي، اصل ثابت، اللي هو في يوم من الايام عايزين يبيعوها كبورتفوليو كده، تبقى عايزين يبيعوها الفند بقى، عايزين يبيعوها واحد هي. مش عايزين يبيعوها ويخلوها اسيت ثابت. يعني انت ممكن تبقى مثلا موجوده كلهم في شركه واحده وممنوع بيع الاصول دي، فقط للاسره حق الاستمتاع بالدخل بتاعها، وكل واحد في مجاله من الاولاد او الزوجه او كده، وفي نفس الوقت بيخش لهم دخل جيد يحافظ على اللايف ستايل بتاعهم، وقبليهم المالك نفسه صاحب القصه دي وصاحب البورتفوليو ده في حياته، ان هو بيستمتع بالدخل ده وهو غير مجبر على العمل. يعني احنا بنلاقي ناس في منتصف السبعينات وفي الثمانينات وعايزين يرتاحوا او يقعدوا، مش لفقر ولكنهم لا يستطيعوا ان هم يقعدوا، لان محدش مكانهم يكمل عملهم، ولا توقفوا هيفتقروا. لكن لو هو عنده الانكم ستريم ده جاي بشكل مستمر، انا شفت ناس كتير لما اتبعت نفس السيستم بقت تحول. حتى يعني ناس كتير منهم قالك خلاص انا هبطل، باع شركته واشترى بيها عقارات، والعقارات بقت تدفع حياته، وبقى يقضي كروزز، يروح يزور الفاميلي بتاعته، ياخد باله من صحته، يستمتع بوقته and so on. هي فعلا يعني مجدي، الواحد لما بيفكر ان دي يمكن انسب استثمار، لان الواحد بيسمع عن قصص كتير في مصر وغير بره مصر، بس في مصر يعني سمعت عن قصص كتير وبنسمعها رجال اعمال كبيره جدا. الراجل توفى من هنا وفجأة اولاده مسكوا الموضوع. يمكن قلة قليلة لما تسمع يعني يقول لك ان اولاد الحاج فلان او اولاد كذا اخذوا البيزنس ده ونقلوه نقلة نوعية. لا، بتسمع كتير قوي. ده الله يرحمه كان هو اللي مش عارف ده بيدير البيزنس ده، وكان بيزنس ناجح، بس العيال اول ما مسكوه البيزنس ده انهار وفقد الكواليتي والموظفين بيشتكوا. فيعني بنسمع كتير للاسف القصص اللي هي الابناء ممكن ياخدوا البيزنس ده وما ما يأدوش زي ابوهم ما كان بيأدي او whatever، فبينهار البيزنس. فجايز ده هو من الحاجات اللي يعني اللي لازم اي اسره النهارده معاها فلوس او بتكون ثروه تفكر فيه. خليني اقول لك هنا نقطتين. لو احنا بصينا على اي حد بيتريد داي تريدنج، يعني بيعمل تريدنج، انا بيشتري مثلا عملات ويبيع اونلاين، او يشتري ذهب ويبيع اونلاين والكلام ده، دايما هتلاقيه بالليل على القهوه او في الكافي شوب او مع اصحابه بيتكلم على النجاحات اللي عملها. ده كان نازل النهارده اشتريت، اول ما اشتريت طلع فكسبت كذا. لكن مستحيل يتكلم على الخسائر اللي خسرها. صحيح. عادة ما بس فانت يخيلك ان انت الوحيد اللي بتخسر، ومع ذلك انت ما بتتكلمش عن الخسائر. هذا يحدث امتى بقى؟ لما نكون في منتصف العمر وما يلي او اكتر، وكل سنة بتجد مجموعة من الناس اللي تعرفها توفت. فانت بتروح العزاء، وانت راجع من العزاء الفكرة دي اللي تيجي في دماغك، لو انا حصل لي كده ايه اللي هيحصل للعيلة او الحاجة. عادة بنزعل لنا يوم او اتنين، وبعد كده خلاص بنكمل الحياة عادي، معتقدين ان ده will never happen to us. صحيح. لكن ده مش كويس. ما دام انت شفت الدرس اتعلمته لازم تاخد اكشن. اوكي، عندما يكون عندك القدرة انك تاخد الاكشن ده شق. الشق الثاني انك هتجد ان الطفل اللي لسه مولود نظرته للاب ان هو كيان خرافي، راجل، اقوى راجل في الدنيا، واغنى راجل في الدنيا، واحكم راجل في الدنيا، واشرف راجل في الدنيا، لغايه لما يبتدي قريب من البلوغ 11 12 سنه يبتدي ينتبه، يقول لك ايه، لا هم مش فاهميني، هم مش عارفين لي، هم مش عارف ايه. يفضل الاحساس ده ونظرته للاقارب او الاهل القريبين منه، بالذات ابوه او خلانه او عمامه، تبقى بتستقل بمعرفتهم وباعمالهم وبانجازاتهم. وده من بدايه الخليقه لغايه النهارده. صحيح. ده مش سيء، ده الدنيا متصممه كده عشان ما يحصلش
انترا مارج عشان ما مم. يحصلش ان الناس تتجوز او تبقى مجتمعات منغلقه. لو انا عاجبني ابويا هقعد جنبيه، وانت عاجبك ابوك هنقعد جنبيه، بعد فتره هتلاقي الناس انفصلت. وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا، تعرفوا عشان تمام. نقرب من بعض. اوكي، you see the point. فتجد ان احنا السلم عامل كده، احنا الاول بنحب اهلنا جدا وشايفينهم ناس خرافيه وناس جباره وبتاع، وبعدين لما يحصل وقت البلوغ اللي هو وقت التزاوج نبتدي كارهين وعايزين نخرج بره، مش عاجبنا الاهل، وبعدين مش عاجبنا البلد، وبعدين عايزين نروح بلد تانية، وبعدين نتجوز ناس تانية، وبعدين نتعلم منهم، وبعدين بعد شويه نبتدي نقول يا ده بابا كان عظيم، ده بابا كان كويس، يا ريتني اعرف اعمل نص اللي عمله ومش عارف ايه، وارجع تاني لموطني بخبرات جديده. هذا يحدث في الشغل، في العمل كمان، مليون في واخد المية. بالك. ولو احنا كل واحد فينا عاجبه البيزنس بتاع اهله ووقف معاه بمنتهى الشراسه والحميه، كان زماننا دلوقتي عندنا شركات كبيره بتنتج طرابيش. يسي ده كان بيزنس عظيم زمان. مظبوط. وكنا يعني كان بيزنس قوي جدا زمان، وكان السقه بيزنس كبير، وكان في ناس عندهم 30 سقه بيشتغلوا تحتهم. زماننا لسه عندنا سقه، لكن طبيعه الامور ان الحاجات بتهلك وتمشي ويجي حاجات بدلها جديده. ده مش سبيل ان احنا نعالجه. انا ما عنديش وصفه للعلاج ده، وما عنديش وصفه للتوجه ده. انا الكتاب هو يعني ان الاسره دي لا تفتقر، لا تأمن تتدور نفسها. جوع. ازاي وتأمن الاب أجيال، يعني مش بس وتامن اجيال جايه، مم. ازاي الاب يقدر يعمل ده. ولما تيجي تبص على العائلات اللي بيسموها بالانجلش اولد ماني في اوروبا، هتجد ان هم كل اعتمادهم الاساسي على ملكيه العقار ايا كان البيزنس اللي فيه. يعني ميداتشي مثلا بتوع ايطاليا بيسبورتوا الفن، وعندهم بيزنسز كتير متعدده وشحن وما اليه، لكن في نهايه الامر الفلوس اللي احتفظوا بيها على مدى 600 700 سنه اللي فاتوا كلها عقار. يؤجر، يباع، يشترى، ولكن كلها عقار. نفس الحكايه في، يعني مثلا ناخد واحد زي طيب الذكر بيل جيتس. بيل جيتس عنده مايكروسوفت، صحيح. واحد من التوب 10 من وانا طفل، من اغنياء العالم من وانا طفل. فلوسه فين دلوقتي؟ هو اكبر مالك منفرد للاراضي الزراعيه في امريكا، بيعمل ريتيرن على الانفستمنت اني وير. اراضي زراعيه. هو اكبر مالك منفرد لاراضي زراعيه على صعيد افراد او شركات في العالم. وبيعمل ريتيرن على الانفستمنت جاي من الاراضي الزراعيه من 3 ل 6% في السنه زراعيه. انت بتتكلم على واحد صاحب شركه مايكروسوفت، اكبر مستثمر في الاي اي، بس بيزرع شعير وبرسيم وقمح وذره وميز، ويبيع، وفلوسه اللي بتجيله بتصرف على اللايف ستايل والمشروعات الخيريه وما اليه. وانت عارف انه مر بديفورس قريب، نص ثروته راح عادي جدا، رجع عادي جدا زي الفل. وده هو ممتلك عقارات. دور على روكفلر، دور على اسمه ايه بتاع الحديد، كارنيجي، فاندربيلت. كل الناس دي فلوسها جايه من الريل استيت. روثشيلد كلهم فلوسهم كلها الناتج، الفلوس اللي بتيجي بتتحط في ريل استيت. الريل استيت بيطلع كونسيستنت بوزيتيف كاش فلو، الاي انكم. بالظبط. قبل بقى، عشان الكاميرا مان هيقول لنا قريب ان انتوا قربتوا، كان في حاجه انت قلتها لي هفكرك بيها دلوقتي، وكانت مهمه جدا، ودي بقى عشان دي حاجه انا مؤمن بيها شخصيا، وهي sharing the knowledge. sharing the knowledge، او ان انت عمر ما مشاركتك بالمعلومه مع الناس هتقلل منك او من علمك، او ما تبخلش معلومه. انا وانت اتناقشنا في الحته دي، ان انت لما قلت لك مجدي طب ليه بتحاول تشير دلوقتي النولج ده، وليه بتحاول عملت الكتاب ده وانت كليرلي يعني بوضوح انت مش عامله عشان تربح منه ولا مش ده الهدف. فقلت لي حاجه مهمه جدا على sharing the knowledge دي، مش عارف انت فاكرها ولا لا؟ فاكر؟ I do. شوف، لما الواحد بينتقل للحياه الاخرى، ما بيوصلوش من الحياه الحاليه غير 3 حاجات: يا اما ولد صالح يدعو له، الحمد لله ده عندي، صدقه جاريه الحمد لله موجود، فكان فاضل علم ينتفع به. فانا عايز ده نولج اتراكمت عن عدم قصد من اكتر من 40 سنه، قراءه مستمره وتطبيق مستمر
وعمل مستمر، لان مجال عملي اللي هو الانتيريور بتاع الفنادق، الانتيريور ديزاينز بالظبط الانتيريور ديزاين والانتيريور سبلاي اند ابلاي. احنا في فتره من الفترات ولغايه دلوقتي نعتبر من كبار المقاولين في العالم في المجال ده. وعندنا تاريخ طويل جدا في تحويل الاصول الثابته اللي هي الاصول العقاريه من اصل غير منتج. يعني مثلا نون بيرفورمينج اسيت، عقار ميت. كان مثلا واحده من القصص اللي انا افتكرها، عندنا مثلا اصل صديق شخصي عنده مبنى 26 دور، مبنى مكتبي كامل، وما تأجرش. ما تأجرش لظروف معينة في الإمارات. والمبنى ده لما أخدناه حولناه من مبنى مكتبي لدبل تري، لفندق. حولناه لمبنى فندقي ضخم 26 دور، واخد اكتر من جايزه. هنا انت زي ما يكون بالظبط جراح دخل له واحد في الاي سي يو في العنايه المركزه ارستد ميت، وهو قدر بعون ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرد فيه الروح، او ان هو يحييه تاني. ده بالظبط اللي بنحسه لما نعمل حاجه زي كده، بس ده بروسيس بيقعد سنه ونص. ففي خلال الفترة دي انت بتقابل اصحاب الفنادق ورجال اعمال في بزنسز متعددة، وتسمع منهم القصص، وتشوف توجهات الاستثمار بتاعتهم، امالهم والامهم واشجانهم and so on over 40 years of time. فلو انت بقى اخدت الحاجات دي. انت قلت لي معلومة مهمة جدا انا مش قادر انساها، ويمكن لما روحت قعدت افكر فيها، وهي كانت معلومة علمية انا ما كنتش اعرفها. هي حتة لما انت قلت لي ان الانسان، خلايا الانسان نفسها وتكاثر الخلايا، هي دي الحته اللي كان نفسي جدا تنال الناس، ان بطبيعتنا المفروض نبقى عايزين بالعكس نشير. شوف، لو اسهل طريقه لشرح ده، لو شفت فيلم بتاع لوسي اللي هو بتاع مورجان فريمان واسمها سكارليت جونسون، حاجه زي كده. الفيلم ده مورجان فريمان بيقول ان الخلايا ربنا خلقها بتنقسم، وهي تنقسم بتنقل المعلومه من خليه من نص للنص التاني، وبعدين تنقسم الاثنين يبقوا 4 ل4 16 او 8، وبعدين 16 32، وتنتقل معلومات من نواه خليه لنواه تانية اللي هو بنسميه دي ان ايه ومخزن الانفورميشن. بمجرد ما تتوقف الخليه عن الانقسام تموت فورا. وعلى مستوى الخلية لابد من نقل المعلومة عشان تستمر في الحياة. وفي نفس الوقت إذا كان ده على مستوى الخلية، فهو على مستوى الشخص كمان. الشخص لازم ينقل المعلومة للي بعديه. ولذلك أنت تجد أشخاص يعني في قمة السلم الاجتماعي، أغنياء جدا ساعتهم بملايين الدولارات مش بآلاف الدولارات، ومع ذلك يتوقفوا ويدوا محاضرة مجانية أو يسجلوا حاجة على الكمبيوتر أو على اليوتيوب عشان ينقلوا المعلومة للناس التانية. هو في حقيقة الأمر هو مش بيعمل ده لسبب غير إن هو يبقى على قيد الحياة، إنك عشان تعلم الناس اللي بعدي. وكمان حتى ده على مستوى الحضارات، تجد كل الحضارات اللي مركزة على أنها تعلم شعبها تستمر وتنمو وتزدهر. بمجرد ما المعلومات تبقى تتوقف عند جيل معين او عند ناس معينه، تختفي الحضاره دي باختفاء الناس دول. فمش زي يعني تعرف زي ما انت بتقول بره، بلاقي ان هما لما الناس بتكبر شويه يعني ما بيبخلوش ابدا بنقل المعلومات. ودي حتى يعني دايما الواحد بيحاول يقولها للناس، ان لو عندك معلومه شير مع ناس، ما تخافش ابدا حد هيخطف منك دي وان هياخد منك رزقك او هياكل منك رزقك. بالعكس، ده انت على الكلام اللي انت بتقوله، المفروض الكلام ان ده حته كمان علميه، ده انت بتساعد نفسك تبقى على قيد الحياه يعني. طبعا. وبعدين هو العلم هو الحاجه الوحيده اللي كل ما تدي منها تكتر. صحيح. يعني كل ما تدي منها تكتر، لانك انت لما بتعلم الناس هم بيسالوك، فانت بتجد اجابه واضحه عندك او ما بتجدش، فبترجع تذاكر او تعرف او تدرس عشان ترد عليهم، فيزداد علمك، وبالتالي تقدر تدي اكتر and so on. الاستمرار في التعلم هو الاستمرار في الحياه. متخيل؟ ولكم مثلا في امبراطوريات كتير زي الامبراطوريه الانجليزيه والامبراطوريه العثمانيه، كلهم كان استمروا لسنين طويله. حتى الدول الاسلاميه زي الدول العباسيه وما اليه، دول كلهم بمجرد ما ان هم حطوا مراكز ثقافيه وابتدوا يعلموا اجيال ورا اجيال ورا كده، فالدول دي استمرت. فتجد دول اسلاميه قعدت 20 سنه 15 سنه، وفي دول قعدت 600 سنه 700 سنه. لما تدور هتلاقي دي الدول اللي كانت بتتعلم وتعلم ناسها. You see that's ده السبب.
ده السبب. وهتلاقي في الكتاب الجزء الثاني اللي هو النون فيكشن بقى ده مليء بالاكتوال انفورميشن. يعني لو انت رايح تفاوض عشان تشتري هايل. بيت ايه الخطوات بتاعه التفاوض، ممتاز. وايه الاسئله اللي تسالها عشان تعرف الستوري، وعندك تشيك ليست، وعندك تشيك بوينتس، كل حاجه. فكتاب عملي جدا, جداً يعني يقدر جداً ياخد اي تنفيذي. حد ما عندوش خبره حتى خالص. في ريل استيت في حاجه وعايز خالص. بس يفهم يس. الموضوع ماشي ازاي خالص. وبعدين بعد كده احنا ان شاء الله انا هعمل بعد كده شورتس بقى تشرح الكلام ده، فيديو هايل. سو اون بحيث تبقى الناس عندها الرو ماتيريال كامله. اي حد عايز يعمل القصه دي يقدر يعملها. هي محتاجه مش سريعه، هي محتاجه صبر، وما ينفعش تبتدي كبير ابدا. لازم تبتدي صغير ايا كان حجم الفلوس اللي عندك. تبتدي صغير. يعني واحنا صغيرين كان لما تيجي تشتري عربيه فاول عربيه فابوك يقول لك هات 128 او زستافا اتمرن بيها وكسرها واعمل بيها واخبطها وكل حاجه. لما تعرف تسوق كويس نجيب لك بقى عربيه كويسه. يسي حلو يبقى ننصح الناس, او يعني انت خلي هدفك وتركيزك انك تشتري اول ريل استيت او عقار كاش. بالظبط. ده لازم هدفك. لانك انت لو اشتريته بالقسط، لو اشتريته بتمويل، يعني رحت صح. البنك خدت قرض وبعدين اشتريته وخدت قرض وبعدين جددته وبعدين هتعمل ايه بعد كده؟ بالظبط. خلاص هيبقى عندك شقه وشكرا على كده. صحيح. كلنا نفس القصه. لكن انت لازم يكون كاش عشان تاخد ريفاينانس، تاخد اعاده وتقدر تمويل على اساسه تاخد قرض من البنك وتشتري تاني وثالث ورابع وهكذا. ويكرر هذا العام. جميل جدا. ده القصه. ده الكور فاليو بتاعه الكتاب. هنا المالك اصبح عنده، او الشخص ده اصبح عنده دخل مستمر يصرف على نفسه وبعد كده على اولاده، وتبقى الحياه تمام. حتى اذا كان الاولاد كملوا البيزنس او لا تبقى الدنيا تمام. مجدي انت شرفتني, ويعني عايز much. اقول لك ان الحلقه دي هتظل هي, لو البودكاست ده كمل, انا لسه ما عملتش حتى البودكاست ده اسم, بس لو كمل هتبقى هي الحلقه التاريخيه بالنسبه لي. لا ازاي. بجد بشكرك على وقتك وعلى very الاستفاده much. اللي انا شخصيا استفدتها كتير جدا. الله يخليك. الله يخليك. جماعه استنونا على يوتيوب, هتلاقوا شورتس نازله كتير بالحلقه, واستنونا على يوتيوب في خلال ايام. هنزل لكم على انستجرام اول ما يحصل ريليس على يوتيوب. ويا رب تعجبكم الحلقه, ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم في الكومنتس, ويا ريت كمان تقترحوا علينا اسم للبودكاست ده. ونشوفكم ان شاء الله البودكاست الجاي.